تقوية المناعة مهم جدا للجسم عشان بيساعد على حماية الجسم من الأمراض، وده بيأثر على عمل المخ وبيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الليمون والقرع مع المكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز وتحسين المناعة في الجسم. ويلا نعرف مع بعض فوائد الليمون. يعتبر الليمون من الحمضيات اللي فيها مركبات كيميائية بتحافظ على صحة الأعصاب، وكمان الليمون بيساعد في تقليل الالتهابات في المخ وبيحسن من عمل المخ والوظائف العصبية، وبكده الليمون بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وتقليل الإصابة بالزهايمر. وكمان الليمون مليان فيتامينات مهمة للمخ والجسم زي فيتامين سي، فيساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الليمون، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز وتحسين المناعة في الجسم. وهنستعمل تاني حاجة في عصير الليمون القرع أو اليقطين. ويلا نعرف مع بعض معلومة سريعة عن فوائد القرع. يعتبر القرع مليان فيتامينات مهمة للمخ والجسم زي فيتامين سي، فيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان القرع مليان معادن زي البوتاسيوم والمنجنيز، ودي معادن مهمة بتساعد في تقوية المناعة، ولما تكون المناعة قوية بيكون ليه دور كبير في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم فوائد للقرع، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز وتحسين المناعة في الجسم. وهنستعمل في عصير الليمون والقرع مكسرات حب العزيز. ويلا نعرف مع بعض معلومة سريعة عن فوائد مكسرات حب العزيز. يعتبر حب العزيز مليان مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان حب العزيز من المكسرات المهمة اللي مليانة فيتامينات بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. ويعتبر حب العزيز مليان مضادات أكسدة بتساعد في تحسين عمل المخ وتنشيط عمل المخ. كمان عايزة اقول لكم ان حب العزيز بيساعد في تقوية المناعة في الجسم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض معلومة سريعة عن فوائد مكسرات حب العزيز، واهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل عصير الليمون والقرع والمكسرات مع بعض. هنجيب قطع من القرع ونحطها في الكسرولة بسم الله، وبعد كده نزود عليها كوباية مية ونسيب القرع على النار 10 دقايق لحد لما يتسلق. وده شكل القرع لما اتسلق، هنسيبه يبرد شوية وارجع لكم تاني. وده شكل القرع لما برد وبقى جاهز نحطه في الخلاط، ونزود على القرع عصير ليمونة، ونضيف معلقة مكسرات حب العزيز المطحونة أو أي نوع من المكسرات اللي موجودة عندنا، وبعد كده نزود معلقة عسل أبيض، وبعد كده نشغل الخلاط. ويلا نصب مع بعض عصير الليمون والقرع. وده شكل عصير الليمون والقرع والمكسرات بقى جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم لما تجربوا عصير الليمون والقرع تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نعمل عصير الليمون والقرع والمكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله.